مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يهنئون بعيد الاستقلال. الإريتريون في أستراليا وجنوب السعودية يحتفلون بعيد الاستقلال. تطور خدمات التعليم في الريف خلال سنوات الاستغلال الماضية. تحليق مشترك للمقاتلات الأمريكية ويابانية بعد إطلاق صواريخ كوريا الشمالية. وقتلى في 4 تفجيرات في أفغانستان تبناها تنظيم الدولة الإسلامية. أنقرة تؤكد بأن تحسن علاقتها مع إسرائيل سيعود بالفائدة على الفلسطينيين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث رؤساء كوبا وفرنسا وأسبانيا والجزائر برسائل تهنئة لحكومة وشعب إريتريا بمناسبة الذكرى 31 للاستقلال المجيد. وأعرب رئيس كوبا ميغويل دياز كانيل ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وملك أسبانيا فيليب السادس ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون في رسائل التهنئة التي أرسلوها عن تمنياتهم بدوام الصحة والتوفيق في العمل للرئيس السياسي أفورقي والرخاء والتطور لإريتريا وشعبها. وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبة فرنسا لإقامة شراكة بناءة مع إريتريا. وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رغبة بلاده لتطوير العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والعمل المشترك وتطوير التشاور في القضايا السياسية الإقليمية ذات الأهمية المشتركة. احتفل الإريتريون في أستراليا وأونتاريو الكندية وجنوب السعودية بعيد الاستقلال. فقد احتفل الإريتريون المقيمون في مدن ميلبورن وأدلايد وبريسبين وغولد كوست الأسترالية بعيد الاستقلال يوم 21 من مايو. وقال قنصل إريتريا العام في أستراليا السيد محاري تخسي في الاحتفال أن الشعب الإريتري بصموده ووحدته هدم العدائيات وأمن سيادته. وذكر رئيس الجالية الإريترية في فيكتوريا ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ميلبورن بأن التصدي القوي سمة من سمات الهوية الإريترية، داعين الأسر لنقل القيم التي حققت الاستقلال وأمنته إلى الأجيال. وقام الإريتريون في ميلبورن برفع العلم الإريتري في ساحة الاتحاد وسط المدينة احتفاء بعيد الاستقلال. واحتفل الإريتريون في أونتاريو الكندية بعيد الاستقلال، حيث ألقيت في المناسبة كلمات تضامنية من مسؤولي المدينة. كما احتفل الإريتريون في مناطق أنيماس وتنوما في جنوب المملكة العربية السعودية بعيد الاستقلال المجيد، مجددين العهد بالعمل المضاعف لتنمية إريتريا. أفادت وزارة التعليم بأن 78% من المدارس المشيدة في سنوات الاستقلال كانت في الريف، لمنح الحكومة الأولوية للريف النائي في سياستها لتوسيع وتطوير التعليم. وأوضح المدير العام للتعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى نايب بأن سياسة الحكومة الإريترية تتمحور في حماية حق جميع المواطنين في التعليم وتقديم التعليم مجانا وتأمين التعليم الجيد في جميع المناطق، والذي يرسخ وحدة الشعب على أساس مبدأ العدالة الاجتماعية. وقال أن المؤسسات التعليمية التي كان عددها 280 مؤسسة أكاديمية وواحدة فنية ارتفعت في سنوات الاستقلال إلى 2142 مؤسسة أكاديمية و7 فنية، حيث منح الأولوية للريف الذي كان محروما من التعليم. وتبلغ نسبة المدارس المشيدة في المدن إلى 22%. وحول المشاركة في التعليم وعدد المعلمين، أوضح السيد موسى نايب بأن عدد الطلاب الذي كان لا يتجاوز 200 ألف طالب وحوالي 4500 معلم على مستوى البلاد زاد في سنوات الاستقلال ليصل عدد الطلاب إلى أكثر من 650 ألف طالب، 48% منهم طالبات. وزاد عدد المعلمين ليصل إلى 20 ألف معلم. وقد تطورت مساهمة الإناث في التعليم من مرحلة المشاركة إلى المنافسة. كما أشار إلى إقامة حوالي 2000 نقطة تعليمية لتعليم الكبار، إضافة إلى برنامج عريوت للأطفال الذين فاتتهم فرص التعليم من عمر 9 وحتى 14. وكذا إجراء تنقيح في المنهج التعليمي بما يتماشى مع التطور الذي يشهده العالم. أفاد الشباب الذين تلقوا دورات تدريبية في مختلف المهن بمدينة كارن بأن الجهد الذي بذلوه في العمل بعد تلقي التدريب ساعدهم في النجاح. وقالت السيدة سلام يوهنس التي تلقت التدريب في تصفيف الشعر قبل 10 سنوات أنها بدأت العمل بداية بتأجير معدات العمل، ومع التطور مع الوقت تمكنت من افتتاح مكان عمل خاص بها وأصبحت مدرسة لتصفيف الشعر. وذكر السيد سليمان صالح الذي يعمل في النجارة بأنه كان يمتلك ميول في العمل الذي يقوم به حاليا، إلا أن العمل لم يكن فاعلا لعدم وجود فرصة التدريب. وبعد حصوله على هذه الفرصة تمكن من تطوير وفتح فرص العمل للآخرين.
من جانبها أوضحت السيدة زايد قبر كريستوس بأن التدريب الذي حصلت عليه في الأشغال اليدوية غير حياتها وحياة أسرتها المعيشية بالعمل في الغزل والتطريز. وأفاد الشباب الذين تدربوا في مختلف المجالات ونجحوا في العمل بأن البذل والعطاء والتشاور مع الخبراء والمتابعة التي حصلوا عليها بعد التدريب كانت سببا في نجاحهم وارتقائهم بالعمل. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتية اليابانية أن 8 طائرات مقاتلة للبلدين حلقت معا فوق بحر اليابان بعد أن أطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق 3 صواريخ سقطت في المياه التي تفصل بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية. وتضمن بيان صحفي للجيش الأمريكي أن ذلك التدريب يهدف إلى استعراض القدرات المشتركة على ردع التهديدات الإقليمية والتصدي لها. وأطلقت كوريا الشمالية الأربعاء وابلا من الصواريخ البالستية، بينها صاروخ يشتبه بأنه عابر للقارات، وذلك بعد ساعات على مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي جاء إلى آسيا خصوصا لتأكيد دعمه لسيول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى طالبا عدم نشر اسمه أن قرار مجلس الأمن الرقم 2397 والذي تم تبنيه بالإجماع في العام 2017 دعا إلى فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية في حالة إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات مجددا. وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب تفعيل هذا البند. قتل 16 شخصا على الأقل في 4 تفجيرات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في مزار شريف بشمال أفغانستان، استهدفت 3 منها حافلات صغيرة، بينما استهدف التفجير الرابع مسجدا في كابول حسب ما أعلنت عنه السلطات. وأوضحت الشرطة وأجهزة الصحة أن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وجرح نحو 15 آخرون. وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذه الهجمات الثلاث. ولفت مدير هيئة الصحة في بلوخ نجيب الله تاوانا إلى أن 3 نساء بين القتلى 10 في التفجيرات التي استهدفت الحافلات. وانفجرت قنبلة أخرى داخل المسجد في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 18 بجروح حسب البيان الصادر عن الناطق باسم شرطة العاصمة خالد زدران. وتراجعت عدد الاعتداءات في أنحاء البلاد منذ أن استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس العام الماضي، إلا أن عدة تفجيرات دامية هزت البلاد خلال الشهر الماضي. خلال زيارة هي الأولى لمسؤول تركي رفيع المستوى منذ 15 عاما إلى إسرائيل، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن تحسن العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والدولة العبرية سيصب في مصلحة الفلسطينيين وسيساعدهم. وكان تشاوش أوغلو قد التقى في السابق بمسؤولين فلسطينيين في رام الله، والتقى الوزير التركي في القدس نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في خطوة تهدف إلى تسوية العلاقات. وأكد الوزيران أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين استمرت في النمو والتطور على الرغم من سنوات التوتر. وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يعود التعاون بين البلدين بالفائدة على الفلسطينيين. ورأى أن اللقاء بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ونظير تركي رجب طيب أردوغان قد ساعد في الحفاظ على الهدوء خلال فترة من الصدامات العنيفة والواسعة التي شهدتها القدس الشهر المنصرم. ونوه تشاوش أوغلو إلى أن تركيا مستعدة لأن تأخذ على عاتقها السعي إلى مواصلة الجهود اتجاه الحوار الإسرائيلي الفلسطيني. في الخبر الأخير، لقي 11 رضيعا مصرعهم في حريق اندلع بمستشفى بمدينة تيفواني في غرب السنغال بحسب ما أعلن عنه رئيس البلاد ماكي سال. وقال سال في تغريدة على تويتر: لقد أبلغت الآن ببالغ الأسى والفزع بأن 11 رضيعا قضوا في حريق بقسم حديث الولادة في المستشفى العمومي بتيفواني. وأضاف: تقدم بأحر التعازي إلى أمهاتهم وعائلاتهم. من جهته أعلن ديمبا ديوب رئيس بلدية المدينة أنه تم إنقاذ 3 رضع. وبحسب دوب الذي يتولى أيضا منصب نائب في الجمعية الوطنية، فإن الحريق نجم عن احتكاك كهربائي، والنيران امتدت بسرعة كبيرة. ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن المستشفى دشن مؤخرا. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رؤساء الدول والحكومات يهنئون بعيد الاستقلال. الإريتريون في أستراليا وجنوب السعودية يحتفلون بعيد الاستقلال. تطور خدمات التعليم في الريف خلال سنوات الاستقلال الماضية.
تحليق مشترك لمقاتلات أمريكية ويابانية بعد إطلاق صواريخ كوريا شمالية. وقتلى في 4 تفجيرات بأفغانستان تبناها تنظيم الدولة الإسلامية. أنقرة تؤكد بأن تحسن علاقتها مع إسرائيل سيعود بالفائدة على الفلسطينيين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.